مساء الخير عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض فراخ بطريقه جباره وسهله وبسيطه. وكلها توابلها موجوده في البيت، حاجات ما يعني موجوده في البيت. وهتطلع معانا الفراخ حاجه كده ريحه وطعم جبار. مش هقول لكم زي المحلات، هقول لكم اجمل من المحلات كمان. هتجربوها. انا دي قناتي اكلات كوكو. لو عجبكم الفيديو بقى اتمنى لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك. يشرفني اشتراكه في القناه. انا هوريكم الفراخ معموله ازاي وبطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد مني وقت خالص. وهتطلع معايا كده حاجه كده ايه في منتهى الجمال. انا بقطع معاكم حته من الفراخ عشان افهمكم مستويه ازاي. الفراخ مستويه من غير نقطه ميه، انا مسويها كده شويه في الفرن. انا معايا فراخ مقطعها قطع صغيره خالص عشان تستوي كويس. ونقعها في ميه وملح، عامله لها محلول ميه وملح ونص ليمونه كده، وقمت طلباتها سهلة بقى، والحاجات موجودة عندنا بقى طبعا ايه. اوريكم الطلبات اللي احنا هنحطها في الحاجة في الفراخ عشان تطلع معايا ايه حلوة كده. انا مقطعة قطع صغيرة خالص اهي زي ما انتوا شايفين، بوريها لكم تاني. ولو الفراخ اللي انتوا جايبينها كبيرة تجيبوا سكينة وتنزلوها في قلب اللحم كده عشان تستوي. معايا فلفل مبشور وطماطم مبشورة. دي طماطم مبشورة وفلفل مبشور، ودي بصلة مبشورة. ومعايا كوباية لبن دافية. كوباية اللبن ده بقى طبعا بتطري الفراخ خالص خالص في التسوية، وبتخلي طعم الفراخ حاجة تاني. ومعلقة عسل أسمر بجد بتخلي لون الفراخ دي بقى، بتخلي لون الفراخ تحفة. بتديها حمار كده رهيب. ومعايا التوابل بتاعتي كركم وكاري وفلفل اسود وبابريكا وملح. ملح. ومعايا زعتر، هفة من الزعتر مش كتير. هبتدي بقى ادوب كل ده، وفصين توم مبشورين اللي انا حطيتهم في الاخر دول فصين توم مبشورين. هبتدي اقلب الخلطة الجميلة دي. دي احنا مش هنعوزها الا في ان احنا هننقع الفراخ بس فيها، مش اكتر، مش هعوزها في حاجة تاني. هبتدي بقى انقع الفراخ كده فيها. وانزلها كده واشربها من التتبيله الحلوه دي. على فكره طريقه بسيطه خالص وسهله. وهطلع معاكم الفراخ بجد بجد هتعرفوا يعني. هتكتبوا لي بقى تعليق حلو كده لو الفراخ طلعت معاكم حلوه. عملتوها وجربتوها وطلعت معاكم حلوه، اتمنى ان انتوا تكتبوا لي تعليق كده حلو. انا هبتدي بقى اشربها كده من التتبيله اللي معايا دي. وبعد كده احطها بقى في التلاجة بقى ايه ساعتين تلاتة، انا صراحة بيتها. عشان تطلع معايا حلو بيتها، هرمي بقى كمية بقى من الملح والكركم والكاري والبابريكا. هرمي بقى الكمية كده عشان تشرب اكتر كمان من الملح، وتبقى ملحها مظبوط. الملح حسب الرغبة يا حبايبي، اللي حابينها تبقى حلوة معاه كده يعني مظبوطة، بتبقى كمية انتوا فاهمين طبعا الملح محطوط ازاي. انا بقى الفراخ اتنقعت اهي، شايفين شربت من التتبيلة خالص خالص ولونها اتغير. انا بقى معايا ايه صينيه فيها ميه وشبكه الفراخ دي الفراخ المشويه. انا مش هعملها على فحم طبعا، انا هعملها في الفرن، اسخن الفرن على درجه حراره عاليه خالص واحطها في النص كده على الشبكه من تحت. احط الصينيه كده في الفرن من تحت واولع النار على نار عاليه، على 180 على 200. لان الفراخ هتاخد معايا وقت طويل في التسويه. ما تستعجلوش عليها، هي تبقى حوالي تقعد حوالي من ساعه لساعه ونص كده في الفرن. حابين تديها تشويحة الأول على البوتاجاز في حلة كده ومن غير نقطة مية مفيش مشكلة. وبعد كده تحطها على الشبكة دي وتسووها في الفرن ماشي. حابين من الأول للآخر الفرن مفيش مشكلة برضو. أنا عملتها كده في الفرن، سخنت الفرن وحطيت مية في الصينية من تحت عشان ما تتحرقش والبخار اللي يطلع منها يسويها. وابتديت اهي طلعت معايا الفراخ طبعا حاجة كده جميلة جدا.